بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في دار الحديث بمعبر أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن درس لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، وهو يتضمن لشرح حديث من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، كتاب النكاح، باب قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والذي كان في 10 من شهر ذي القعدة لعام 1431 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والآن نترككم مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي وعبد الله ابن الزبير المكي الأسدي أبو بكر رحمه الله. قال أبو حاتم الرازي: هات قال: هو أثبت الناس في ابن عيينة، وهو رئيس أصحابه، وهو ثقة إمام. وقال يعقوب بن سفيان: ما ألفيت أو ما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه رحمه الله. وذكر الذهبي في السير أنه لما توفي الشافعي رحمه الله أراد الحميدي أن يتصدر مجلسه، فنافسه ابن عبد الحكم، فأخذها أو أخذ المجلس ابن عبد الحكم، فرجع الحميدي إلى مكة وبقي فيها حتى توفاه الله. وله في البخاري أكمل كم له 77 حديثا رحمه الله تعالى. وأما مسلم فلم يروي عنه إلا في المقدمة، قال ذلك الحافظ وغيره. قال: حدثنا سفيان وابن عيينة. إذا رأيت الحميدي عن سفيان فسفيان هو ابن عيينة. إذا رأيت الحميدي عن سفيان مهملا فهو ابن عيينة رحمه الله تعالى. سفيان بن عيينة له إخوة وهم عمران ومحمد وإبراهيم وآدم، وكلهم محدثون، إلا أنهم ليسوا مكثرين ولا مبرزين في ذلك. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. قال فيه: هات ما رأيت أحدا عنده آلة العلم. من قال؟ الشافعي: ما رأيت أحدا عنده آلة العلم كمثل سفيان ابن عيينة. قال: حدثنا سفيان عند أبي نعيم وغيره أثر جيد أن ابن عيينة قال ذات يوم لطلابه وجلسائه: من أحوج الناس إلى العلم؟ فسكتوا. قالوا: تكلم يا أبا محمد. قال: أحوج الناس إلى العلم العلماء، لأن الجهل بهم أقبح،
ولأن الناس إليهم أحوج رحمه الله تعالى. قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام هو ابن عروة ابن الزبير أبو من؟ أبو عبد الله المدني من رجال أكمل الجماعة، وسفيان كذلك. قال عن أبيه هو من؟ عروة بن الزبير الملقب أكمل بالصابر المحتسب رحمه الله. هشام أبو المنذر وعروة أبو عبد الله. قال عن أبيه عن زينب أكمل بنت أبي سلمة عن أم حبيبة اسمها إيش؟ اسمها رملة، وهي ابنة من؟ ابنة أبي سفيان وأخت من؟ وأخت معاوية رضي الله عنهم. عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. هذا الحديث متفق عليه. هنا أم حبيبة رضي الله عنها تقول قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ سمعت أنها أختها وأنها تريد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينكحها. قالت وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. وفي رواية الليث درة، يعني بلغها أنه يخطب درة بنت أم سلمة. هذا كما في رواية الليث، والبخاري قد ذكر هذا في صحيحه موصولا. إنها لا تحل لي. قالت بلغني أنك تخطب ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة. والشاهد من الحديث للباب أكمل. لو لم تكن ربيبتي ابنة أم سلمة كانت عند من؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول لما خطب أم سلمة قالت إني مصبية، فقال لها أبناؤك أبنائي. فقوله لو لم تكن ربيبتي دل على أن الربيبة تحرم على زوج أمها، فالبنت الربيبة تحرم على زوج أمها، والربيبة هي بنت امرأة الرجل يعني من غيره. الربيبة هي ابنة امرأة الرجل يعني من غيره. قال النووي سميت ربيبة من الرب وليس من التربية، يعني من الإصلاح لها. لما تكون البنت مع أمها عند زوج أمها تسمى ربيبة، بمعنى أنه يربيها ويصلحها. عندنا الآية الكريمة
المبينة للمحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم. جمهور أهل العلم أن قوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. إيش معنى الغالب؟ يعني الغالب على الناس أن الربيبات يكن في حجورهم. إذا تزوج الرجل امرأة مصبية لها بنات كان الغالب أن يكن البنات ربيبات، باعتبار أنهن عند زوج أمهن، فخرجت الآية مخرج الغالب وليس لها مفهوم. وهذا قال النووي عند العلماء كافة إلا عند داود الظاهري، مع العلم أنه قد صح عن علي رضي الله عنه أن الربيبة تحرم باعتبار أنها ربيبة، يعني إذا كانت ليست عند أمها تحت زوج أمها فلا تحرم عليه. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم هو الراجح وهو الحق، أن بنت امرأة الرجل من غيره تحرم عليه، وسواء كانت عنده في حجره يربيها أم لم تكن عنده فهي محرمة عليه، لأن علة التحريم هنا هي أكمل الدخول بمن؟ الدخول بأمها. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. للعلماء تفسيران في قوله اللاتي دخلتم بهن، فمنهم من قال دخلتم بمعنى حصلت الخلوة ولا يلزم الجماع، ومنهم من قال دخلتم المراد بذلك الجماع، وهو الذي عليه الجمهور. فالرجل إذا عقد على امرأة وهذه المرأة لها بنت أو بنات، فإن دخل على هذه المرأة التي عقد عليها حرمت عليه بناتها، وإن لم يدخل بها فلا يحرمن عليه. فلو أن رجلا عقد على امرأة ولها بنات وطلق قبل أن يدخل عليها وقبل أن تزف إليه إلى آخره، فهنا على قول الجمهور عملا بظاهر الآية اللاتي دخلتم بهن أنهن لا يحرمن عليه حتى يحصل الدخول بأمهن، بخلاف من عقد على البنت فالأم تحرم بالعقد على التأبيد ولو لم يدخل بالبنت، ولو لم يدخل على البنت. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال ربنا هنا: وربائبكم، أي من المحرمات، اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن علة تحريم الربيبة ليس أنها في الحجر، وإنما لأن الرجل قد دخل بأمها، يعني قد جامع أمها. هذه العلة المعتبرة التي بني عليها التحريم المذكور. ويجعل عامة العلماء قوله في حجوركم أنه لا مفهوم لها، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا يفهم أنه يجوز أن الناس يقتلون أولادهم لغير الإملاق، بل لا يجوز هذا ولا ذا، ولا يجوز قتل الأولاد كما سمعت بحال إلا فيما جاءت به الشريعة. وهكذا مما ليس له مفهوم مخالفة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا يفهم منها أن للشخص أن يأكل من الربا القليل ولكن يجتنب الكثير، لا، لأن الله يقول: وذروا ما بقي من الربا. وهكذا قوله تعالى:
في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لا يفهم من قوله إن أردنا تحصنا أنها إذا لم تريد التحصن أنه يسمح لها أن تزني. لا، الزنا حرام بهذه الصورة أو بغيرها. فهناك آيات العلماء لم يعتبروا مفهوم المخالفة لوجود أدلة يعني تبين أن مفهوم المخالفة لا يعمل به. قال هنا: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، باعتبار أنها أخته كما سمعت من الرضاعة. إذن هذا هو القول الأرجح والله أعلم. نعم. نعم، باعتبار أنها ابنة أخيه. نعم، الذي هو أبو سلمة. أبو سلمة أرضعت ثويبة أبا سلمة، وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو سلمة صار أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع. ومعروف أن الرضاع أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، فما دام أنه أخو من الرضاع فبناته بنات أخيه، فبناته بنات أخيه. شخص تزوج امرأة ولها ولد ذكر، فبنات هذا الولد لا يجوز لزوج جدتهن أن يتزوج بهن، لا يجوز لزوج جدتهن أن يتزوج بهن. يعني لو كان الولد سواء كان ربيبا أم ليس ربيبا، ما دام أنه ابن المرأة التي يعني هي تحت بابن المرأة التي تزوجها الرجل، فبناته محرمات على هذا الرجل. وهكذا بنات يعني الربيبة، شخص تزوج امرأة ولها بنت، فبنات هذه البنت أيضا حرام على هذا الرجل الذي تزوج بجدتهن. الأخ يقول: شخص تزوج امرأة ولها بنات من غيره، فهل يكون محرما لهن أم لا؟ من يجيب عن السؤال؟ أجل السؤال؟ نعم، يعني الجواب يكون محرما لهن. نعمات يكون محرما لهن.